بدأ الصيف، كل سنة وانتم طيبين، وبنبدأ بقى نعمل تحليات باردة تكون سهلة وبسيطة، مش محتاجة مننا مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت مكوناتها متوفرة. فهنعمل النهاردة وصفة نقدر نسميها كيك بارد أو ترايفل أو حلا طبقات. المهم إن احنا مش محتاجين فيها مكونات كتير ولا مجهود كبير. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بمنتهى البساطة. يلا بينا نبدأ. هاستخدم في الوصفة النهاردة البسكوت اللي أنا عملته معاكم في العيد، اللي هو بسكوت النشادر بالبرتقال. تقدروا تستخدموا أي نوع بسكوت عندكم، يعني بسكوت الزبدة، بسكوت النشادر العادي، أو حتى بسكوت الشاي اللي بنشتريه من السوبر ماركت. يعني ما تلزموش نفسكم بنوع معين. المهم إن انتوا تحافظوا على البسكوت ده في علبة متغطي كويس، سواء علبة بلاستيك أو علبة معدن. ونقدر بقى إن احنا نستخدمه في أي وصفة من الوصفات اللي هي الباردة، الكيكات الباردة. ممكن كمان لو عندك كيك بايت زي كده تستخدميه، بيبقى جميل جدًا في الوصفة بتاع النهارده. لكن ما حدش يقول لي ينفع بالبيتي فور والسابليه، لإن دي ليها وصفات تانية هتزود نسبة الدسم عندي في الوصفة بتاع النهارده. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. هابدأ أكسّر البسكوت بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، مش محتاجة إن أنا أضربه في كبة ولا food processor ولا أي حاجة، مجرد إن أنا أكسّره قطع زي كده. بس أنا مش عايزة كمية كبيرة، يعني يا دوب يغطي معايا سطح البايركس كده. شايفين الكمية مش كبيرة أوي. نبدأ نعمل الطبقة التانية. معايا 3 كوبايات من الحليب كامل الدسم، باضيف لهم 3 معالق كبار من الكاستر. ما عندكيش كاستر تقدري تستخدمي نشا، ما فيش مشكلة، بس تضيفي فانيليا. أنا مش هاضيف فانيليا هنا، مجرد بس 3 معالق كاستر ومعلقتين كبار سكر. لو البسكوت عندنا سكره زيادة نقلل السكر، يعني التحلية دي حسب الرغبة وحسب نوع البسكوت اللي أنتِ بتستخدميه. وقبل ما أرفعه على النار أتأكد إن هو داب كويس، لإن النشا أو الكاستر بيتركز تحت عندي في القاع. فأبدأ أقلّبه كده، مش هنعمل أي مجهود فيه خالص غير إن هو يتحط على النار، يتقل معايا بالشكل ده. طبعًا لونه أصفر لإن الكاستر بيبقى عليه لون أصفر. أنا باستخدمه سخن، بس هاسيبه 5 دقايق لغاية ما أعمل الخطوة بتاع الموز دي. وطبعًا إضافة الموز اختيارية، بس هي بتدّي طعم فعلًا جميل للوصفة. ممكن كمان نضيف تفاح. كمية الموز أنا باقلّب وأشوف الكمية مناسبة لكمية البسكوت والّا لأ. لقيت لأ، ممكن إن أنا أحط موزة تانية. كل ما الفاكهة بتزيد في الوصفة بتدّي لها قيمة غذائية وبتقلل نسبة الدسم فيها. بانزل بقى بالكاستر على طول، ما نقطّعش الموز ونسيبه، نقطّعه وننزل على طول على بالكاستر علشان ما يسودش الموز. وأتأكد إن الكاستر اتغلغل كويس جدًا في البسكوت، يعني البسكوت كلّه اتغلف بالكاستر ده. بيعمل طبقة من تحت كده هاوريها لكم في الآخر، بتبقى كأنها طبقة كيك إسفنجي. نوع البسكوت اللي أنا استخدمته بالتحديد كمان كان ناجح جدًا في الوصفة دي. اتأكدت إن هو دخل كده كويس، باسيبه بقى في التلاجة نُص ساعة يسقع. وأعمل الجيلي. طبقة الجيلي طبعًا بنعملها زي ما مكتوبة على باكو الجيلي، يعني استخدمت ربع لتر مَيّة سخنة جدًا مغلية، بادوّب فيها باكو الجيلي. كوباية مَيّة بتدوّبي فيها باكو الجيلي، وبتنزلي بكوباية مَيّة متلجة، بس بعد ما تتأكدي إن الجيلي داب كويس أوي. باسيبه برضه نُص ساعة في التلاجة يسقع. ما ينفعش أستخدمه وهو سخن ولا حتى وهو دافي كده، لازم الاتنين يكونوا ساقعين، وهو نُص ساعة في التلاجة مش هتخلّيه يجمد. المهم وأنا بانزّله على طبقة الكاستر أنزّله على spatula زي ما إحنا شايفين كده، علشان يحافظ على شكله. طبعًا بادخّله التلاجة، باورّي لكم بس شكله من الجنب إزاي عامل إزاي. كل طبقة لوحدها منفصلة أهي، بس طبقة الكاستر دخلت شوية مع البسكوت. سِبته بقى في التلاجة ليلة كاملة أو لغاية ما تتأكدي إن الجيلي جِمد معاكِ، مسك يعني بالشكل ده. ونبدأ بقى إن إحنا نقطّعه، وعلشان تقطيعه يبقى سهل معانا، يبقى معانا كوباية فيها مَيّة دافية أنزّل فيها السكينة، ومعايا منديل أهو في إيديّا، بامسح السكينة وأقطّع بقى بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. والأسهل من كل ده إن أنتِ تعمليها في كبّات. بصراحة الكبّات بتبقى سهلة في التوزيع، وبتقدري تتحكمي في العدد اللي أنتِ عايزاه. بُصّوا شكلها، شكل البسكوت معجنش، وده مهم إن البسكوت يبقى محافظ على قوامه وفي نفس الوقت متماسك. أوري لكم بس من قريب، شايفين شكله؟ على فكرة طعمها جميل أوي، مرطبة مناسبة جدًا للوقت اللي إحنا فيه، واستغلينا فيها بواقي البسكوت. لو عندكم بقى بواقي تاني للبيتي فور والسابليه، أنا بس ما حبيتش أعمل فيديو ليهم، لإن أنا عارفة إن هُم بيخلصوا بسرعة. لكن لو حبيتوا وعندكم بواقي فعلًا للبسكوت اللي هي السابليه يعني والبيتي فور، قولوا لي في التعليقات وهاعمل لكم فيديو إن شاء الله لوصفات تانية جميلة من بواقي البسكوتات. بصوا الشكل جميل إزاي. جربوا الوصفة بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو.
وفعّلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الوصفات إن شاء الله الفترة اللي جاية، هنعمل وصفات كتيرة للصيف سواء آيس كريمات أو عصاير أو تحليات باردة. اعملوا لايك بقى وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.